السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تحلية جميلة جدا وبسيطة وسريعة كمان وبتدفي جدا جدا في الشتاء. هنعمل مع بعض الشعرية بالحليب. طبعا هي غنية عن التعريف وبجد طعمها بيبقى حلو قوي، ويا رب ان شاء الله طريقة النهاردة تعجبكم. مقاديرنا بسيطة جدا. هيبقى معانا كوباية من الشعرية، وطبعا السكر حسب الرغبة، ومعلقة من زبدة أو سمنة أو زيت أي مادة دهنية، وعندنا كمان كوباية إلا ربع من المية. أول حاجة هنبتدي في حلة على النار، هنحط السمنة وبعد كده هنضيف عليها أول ما تسخن معانا نبتدي نضيف الشعرية، وهنفضل طبعا تقليب مستمر لحد ما تبتدي تاخد معانا اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب باستمرار عشان تكون كلها لون واحد. بعد ما خدت معانا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي بقى نضيف المية، وهنضيف كمان السكر، وممكن كمان نضيف المية على السكر ونقلبهم قبل ما نضيفهم، وندوب السكر في المية قبل ما نضيفه على الشعرية. وبعد كده هنضيف كمان نقطة من الفانيليا بتدينا نكهة جميلة جدا، وهنغطي عليها بقى ونسيبها لحد ما تشرب المية بتاعتها كده، طبعا على نار متوسطة. واول ما هتشرب هنبتدي بقى نقلبها كده تقليبة، وبعدين هنغطيها ونوطي خالص، نار هادية جدا. وفي اقل من 5 دقايق هتكون جهزت معانا الشعرية بتاعتنا. تحلية جميلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. طبعا في ناس بتسوي الشعرية باللبن مش بالمية، بس الطريقة دي اجمل بكتير. ان شاء الله تجربوها هتعجبكم. وبعد كده هنبتدي نغرف في الاطباق، وبعدين هنضيف عليها الحليب السخن، وهنقدمها كده. جهزت معانا الشعرية بتاعتنا وهتتقدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تكون طريقتي عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه من مطبخي، مطبخ أميرة بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.